يا السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم الشافية فود. اول حاجه تنشكروا الناس اللي كيخليونا كومونتيرات زوينين، ومرحبا بالناس الجداد حتى هما. وكيف العاده وصفه اليوم طاوات السردين بالخضره في الفرن، وعلى طريقتي اللي كتجي رائعه واللي داقه عندي كتعجبو. بسم الله. كنحتاجو للسردين اللي غسلناه مزيان ودرناه يتقطر. الخضره مخلطه كنديرو فيها بطاطا، البصله، الفلفله، الحامض، خيزو. بالنسبه للقوام فاحنا كنحتاجو القزبر ومعدنوس، الكمون، التحميره، طوماط كونسونطري، الخرقوم، الثومه، القزبر اليابس، ورق سيدنا موسى، سكنجبير، الملحه والبزار، الحامض، الزيتون اللي كيبقى للتزيين، وشويه ديال الخل وزيت العود. كناخذوا الخضره كنحاولوا نقطعوها دوائر، وبالنسبه للخيزو فهو كنحاولوا نقطعوه رقيق. على هذا القياس هذا فاحنا كنستفوه في الطاوه لانه كيهز الطياب. وندوزو البطاطا حتى هي نقطعوها دوائر. وبالنسبه للبطاطا فهي كنقطعوها على هذا القياس هذا ونستفوها حتى هي في الطاوه. كنقطعوا الفلفله، وبالنسبه للفلفله فهي كنحاولوا نقسموها على جوج، نص كنديروه في الطاوه ونص كنخليوه للتزيين. ونستفوها حتى هي في الطاوه. وبالنسبه للبصله انا كنشلضها، وحتى البصله بالنسبه لها فهي كنديرو شويه في الطاوه وشويه كنخليوه للتزيين. وندوزو دابا للشرموله، كنديرو شويه ديال الملحه. بالنسبه كيف تنقولوا راه القوام كيبقى على حساب الكونتيتي اللي عندنا. فانا درت كيلو ونص تقريبا ديال السرجيل. سكنجبير، شويه القزبر اليابس، شويه ديال الخرقوم، تحميره تقريبا كنديرو نص معلقه، نص معلقه ديال الكمون، شويه ديال الثومه تقريبا واحد الراس موين، طوماط كونسونطري حتى هي، واحد شويه تاع القزبر والمعدنوس. وكنزيدو عليه شويه ديال الزيت، واحد شويه ديال الخل، شويه ديال الحامض، وتنحاولوا نحركوه باش نخلطوا الشرموله. كنزيدوا واحد شويه ديال الماء، ونديروا نص ديال هاد الشرموله هذا فوق الخضره. هاد الطريقه هادي كنديروها باش عاوتاني كنزيدوا طبقه اخرى من الفوق، من بعد ما كنشرملوه ثاني من النص تنعاودوا ليه التشرميله. ونزيدوا التشرميله فوق الحوت. ونديروا الطبقه الثانيه ديال السرجيل. كنستفوا فوقها هاد البصله والفلفله اللي شيطنا، وشويه ديال الفلفله حاره حتى هي.
وكنديروا ورق سيدنا موسى من الفوق، والشرموله تنعاودوا هادشي اللي بقى لنا كنديروه من الفوق حتى هو. وشويه ديال زيت العود، وكنديروا الزويتينات ديالنا من الفوق اللي كيبقاو للتزيين. ونزيدوها واحد شويه ديال الماء لان السردين كيطلق الماء. ندخلوها للفران بعد ما درناه يسخن، كنديروها لتحت حتى كطيب وكنطلعوها باش تجمر. وها هي الطاوه ديالنا بعد ما جبناها من الفران جات يا سلام، وندوزو للتذوق. بسم الله. داكشي رائع، اللهم بارك. وما تنساوش ديروا لنا كومونتير واشتراك للقناه ديالنا وبارطاجيو الفيديو، وتحياتي.